فبقول الو يا امير عايز ايه؟ فلقيتها هي اللي بترد عليا، فانا هي لقيت صوت واحده، فبقول طب افتكرتها اخته بقى، فبقول طب انت مين طيب؟ لقيتها بتقول لي ايه انا مريم خطيبته، تعالى بسرعه الحق امير عشان انا ما اعرفش غيرك وعشان ايه هو مصوره. قلت لها ايه طب دقيقه واحده ايه وانا هجيلك. قفلت معاها وجريتي قابلت ابن عمي الصغير، قلت له تعالى معايا عشان خطيبته بتقول ايه الامير مصوره وكده وانا مش قادر اشيله، تمام لو كده هتشيله معايا ونوديه المستشفى. المهم اول ما رحت على طول طلعت فوق وما كانش في اي حاجه، الاشرب اللي هم عمالين يقولوا عليه متعلق في السقف ومش متعلق في السقف والكلام ده كله ما كانش في حاجه متعلقه، تمام. دخلت لقيت الواد مرمي على وشه، تمام، وهي قاعده جنبه ما بتعملش اي حاجه ولا بتعيط حتى ولا بتعمل اي حاجه، قاعده عاديه، تمام. فالمهم بقول لها هو ماله طب واكل حاجه او شارب حاجه؟ قالت لي لا. قلت لها طب هو اللي حصل له؟ قالت لي ده احنا كنا بنتخانق سوا وبيقول لي انا هموت نفسي وهموتك والكلام ده. طبعا امير اصلا ما بيقولش الكلام ده وانا واثق مليون في المية، امير لما بيتعور عروس صغير بيعمل له مصيبه، تمام. فبتقول لي ايه؟ قلت له ايه امسك الطرحه، مش امسك الطرحه، وقمت جاي سايباه وقمت جاي نازله، فضلت ارن عليه لقيته مش بيرد، رجعت لقيته كده. قلت لها رجعت لقيتي كده ازاي؟ جيت بقى قلب بقى الولع على وشي عشان كان مكبوب طبعا عليه ازازه الميه والسلم واقع، والصوره بتاعتهم بتاعت الخطوبه جنبهم وهي قاعده جنبه. فجيت بقى قلب الولع على وشي لقيته وش الولع ازرق، تمام، بشفايفه. قلت لها يا بنت حرام عليكي، هو طبعا كان بيسالنا، كانت الدنيا برده مرمى على السيراميك، والله يا بنت حرام عليكي والواد ما صعبش عليكي حتى ايه حطيه تحته اي حاجه. قالت لي ايه مش قادره. المهم قمت جاي شايله انا وابن خالتي، تمام، قمت جاي سانده على فرشه كده بينام عليها وبيتغطى بيها. قمت جاي قلت لها ايه طب لبسي حاجه، اما اروح اجيب توك توك واجي، تمام. المهم ايه نزلت انا وابن خالتي قعدنا زي 10 دقايق عشان ما كانش في تكاتك لحد ما ايه لقيت توك توك. فطلعت تاني لقيت الواد ايه وقع تاني على الارض، تمام، وملبسانه السوق كوم. فبقول لها يا ست انت ما لبستوش ليه؟ بتقول لي اصل انا مش عارفه البسه، ملبساك كم ده كم واحد بس. فبتقول لي ايه ما قلت لها ايه طب ما علينا ايه لم الحاجه بتاعته، تمام، وحصلنا تحت عمالنا ايه ننزله في التوك توك. قعدنا قعدت انزله عشان السلم ضيق وكده حوالي زي 10 دقايق اما نزلته ايه على السلم ايه وابن خالتي عشان ما كنتش قادر اصلا، تمام. هي كانت قعدت ربع ساعه، يعني مثلا تخيل انا بقول لك لم الحاجه ديت وانا بنزله في 10 دقايق، انت هتقعدي قد ايه اصلا؟ مش هتكملي دقيقه، تمام. لقيتها قعدت ربع ساعه، تمام. ده التوك توك فضل يزمر، يقول لي يلا يا عم انجز عشان الوقت اتاخر، مش الوقت اتاخر. المهم ايه هي نادت عليا ايه من فوق، تمام. قالت لي اطلع فوق عشان انا مش عارف اقفل الباب. قلت لها مش عارف تقفل؟ قالت لي اطلع والله لازم مش عارف اقفل الباب. طلعت الباب لقيته بيقفل عادي معايا، انت جاي اقفل؟ لا. قلت لها ايه امسك المفتاح، بس ديت ما دخلتش فيها الشقه، تمام. يعني اللحظه ديت 3 مرات اللي انا اطلع فيها، بس دي ما دخلتش فيها الشقه، تمام. نزلت قلت لها طب هو قعد معاه حاجه، شرب حاجه، كل حاجه؟ قالت لي لا. المهم رحنا القصر، تمام. قمت جاي منزله وقمت جاي مدخله جوه. ساعتها ما كنتش قطعت التذكره، الدكتوره قالت لي ايه دخله نايم على السرير. قمت جاي دخله، قالت لي فين الكاش؟ قلت لها ايه التذكره؟ قلت لها والله لازم نسيتها، بيكشف عليها حضرتك ايه عم اجيب التذكره. رحت جبت التذكره وجيت كانت هي بتكشف عليه. المهم هي فضلت تكشف عليه، قالت لي دقيقه واحده ايه هندي للدكتوره الثانيه ايه عشان هي ما كانتش متاكده وكده. راحت نزلت للدكتوره الثانيه فضلت تكشف عليه وحطت له كده مشبك في ودانه اللي هو بتاع التنفس والحراره والكلام ده، لقيته ايه مفيش خالص، تمام. طبعا انا مش عارف انا في الشغل ده. المهم قالت لي هات تذكره حمراء، انا عارف يعني ايه تذكره حمراء ولا تذكره بيضاء، اللي هم عاملين له هات انا عايز، المهم اللي انا عايز الحق الولا وخلاص، تمام. فالمهم رحت قطعت له تذكره، تمام. جيت ماله، بقول له ماله ازاي؟ بيقول لي هو الواد ده اساسا مش مظبوط وكده. بقول له مش مظبوط ازاي؟ بيقول لي الواد ده يا ابني جه حد خانقه، حد موته. هو قال لي حد خانقه، انا وقفت زي 10 دقايق متصلب اصلا في مكاني مش مصدق اللي هو مات، تمام. المهم قمت جاي رايح مسلم الرول، قمت جاي واخد البطاقه وفضلت واقف. طلعت وقفت بره. كانت هي ساعتها بقى ايه دخلت جوه، كانوا هم ماسكين فيها عماله تقول ايه اخويا عليا والكلام ده اللي انا ابقى اخوها. طبعا في واحده ايه كانت عايزه تشوفها كدابه ولا صادقه، خرجت قالت لي ايه هو انت اخوها؟ مش اختي، تمام. اللي جوه دوت ايه صاحبي واكتر من اخ ليا، انا جاي عشانه هو. لقيتها بتقول لها يعني انت كدابه كمان وبتفتري على الواد، عايزه تلبسيها دي ومش عارف ايه الكلام ده كله، تمام. لقيتها ايه قامت قالت لي ايه كان في دخلت بقى 2 ظباط عشان هم كانوا عمالين يزعقوا كده وكان في جمهره، تمام. فقالت لي امشي انت ايه بدل ما انت تتاذى، تمام. طبعا انا ايه انا مشيت، تمام. ساعتها انا كنت ايه رحت ايه هنا لاهلي، قلت لهم حصل 1 2 3 معايا، تمام. قالوا لي ايه لا ما ينفعش، تمام.